السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم متتبعي قناة الأستاذ البرجي للغة العربية. يطيب لي في هذا التسجيل أن أضع تصحيحا أوليا لامتحان مادة اللغة العربية الذي أدرج اليوم صباحا ضمن مباراة توظيف أساتذة التعليم الابتدائي الأطر النظامية للأكاديميات. معلوم أن هذا الامتحان جاء عبارة عن نص مزيل بمجموعة من الأسئلة. أبدأها على الشكل الآتي. أولا، النص عبارة عن ماذا؟ هنا مجموعة من الاختيارات. الاختيار الصائب هو نص توجيهي. السؤال الثاني: يعتبر اللعب أحد السبل التي يوفرها المجتمع للأطفال. كلمة المجتمع هي هنا اسم مفعول، لأن اسم المفعول يصاغ من غير الثلاثي على وزن مضارع الفعل بإبدال حرف المضارعة ميما وفتح ما قبل الأخير، ولذلك يجتمع مجتمع. السؤال الثالث: ظننت الأطفال يتكيفون مع البيئة. جملة يتكيفون مع البيئة تعرب هنا مفعولا به. السؤال الرابع: الفعل المجرد من بين الأفعال الآتية هو يكتسب أو يكسب أو يكسب أو يكسب. الجواب الصحيح هو الأخير، يكسب، لأن الفعل هنا مجرد من حروف الزيادة. السؤال الخامس: كلمة ابن المكتوبة بطريقة خاطئة في هذه الجمل هي هذه الأولى: يا ابن آدم أقبل. إذن لا داعي لحذف الألف هنا قبل ابن، فهي تحذف هنا لأنها جاءت بين علمين، وتثبت هنا لأنه لا داعي لحذفها، والشيء نفسه ها هنا. إذن هذا الجواب هو الجواب الخاطئ. السؤال السادس: الاسم الجامد فيما يأتي هو الحجر، المجتمع، اللعب، التحصيل. إذن الاسم الجامد هو الحجر لأنه ليس اسما مشتقا يمكن أن نشتق منه المشتقات المعروفة في اللغة العربية كاسم الفاعل واسم المفعول إلى غير ذلك. السؤال السابع: الكلمة المكتوبة بطريقة صحيحة هي تلألؤ. تلألؤ هذه هي صحيحة. تساؤل هنا تكتب على الواو، تفاؤل على الواو، تثاؤب أيضا على تثاؤب، تثاؤب على السطر هنا، تثاؤبون عفوا هنا تكتب أيضا على الواو. إذن الجواب الصحيح هو هذا، تلألؤ. السؤال الثامن: طبعا فكرة النص العامة أو الفكرة العامة التي يدور حولها النص هي أن اللاعب له دور أساس في تنمية شخصية الطفل. السؤال التاسع: قول المثال: لعمرك إن لعبت باستمتاع إن لعبك لمحمود. أسلوب هذه الجملة هو أسلوب قسم. لعمرك، إذن هذه لام القسم. أيضا هنا يمكن احتمال أن يكون أيضا الجواب جواب شرط، لأن إلا لعمرك إن لعبت باستمتاع إن لعبك لمحمود. إذن الشرط أن يكون لعبك محمودا هو أن يكون أن تلعب باستمتاع. يمكن احتمال أن يأتي أيضا شرط، ولكن الجواب الأكثر صحة هو القسم. هنا القسم، وكثيرا ما يبدأ الشعراء بهذه العبارة: لعمرك إن كذا وكذا وكذا. المثال العاشر أو السؤال العاشر: كلمة أطفال عبارة عن جمع قلة، جمع كثرة، صيغة منتهى الجموع، جمع مذكر سالم. إذن هي ليست جمع مذكر سالم ولا صيغة منتهى الجموع ولا جمع كثرة، فإذن هي جمع قلة من بين الجموع المعروفة. أيضا السؤال الحادي عشر: يجب على الأطفال أن يلعبوا لتنمية كفاياتهم. المصدر المؤول من أن يلعبوا هنا هو فاعل. المصدر المؤول هنا فاعل، ليس لا محل له من الإعراب ولا مضافا إليه ولا مفعول به، وإنما فاعل. الجملة الصحيحة فيما يأتي هي: أيا موظفين اللعب
لا يمكن. أيا موظف اللعب؟ لا يمكن. ثم أيا موظفي اللعب في التعلم أحسنوا توظيفه؟ هنا أيا موظفون اللعب في التعلم أحسنوا توظيفه. إذا الجواب الصحيح هو الجواب سي. أيا موظفي منادى مضاف، أيا موظفي اللعب في التعلم أحسنوا توظيفه. أيضا السؤال الثالث عشر، وكثيرا ما يشاهد الأطفال يلعبون وهم يقلدون، كثيرا ما يشاهد الأطفال يلعبون وهم يقلدون بعض أصوات بعض الحيوانات. جملة وهم يقلدون أصوات بعض الحيوانات وقعت حالا، وقعت هنا حالا. السؤال عن الكيف. التعاون على تنمية المهارات الحركية لدى الأطفال، هذا أسلوب إغراء. التعاون أسلوب إغراء، محاولة إغرائهم على التعاون على تنمية المهارات الحركية لدى الأطفال. أيضا تصغير كلمة أنفسهم، هنا الجواب الصحيح هو هذا الجواب الأول، أنيفسهم، هذا الجواب الأول. أيضا بالنسبة للسؤال رقم 16، ضد كلمة يقلدون في النص هو يخالفون. يقلدون يخالفون. التقليد ضد المخالفة، طبعا حسب السياق الوارد في النص بطبيعة الحال. شرع الأطفال في ممارسة لعبتهم المفضلة حين فهموا قانونها. جملة فهموا قانونها لا محل من الإعراب، فاعل مفعول به مضاف إليه، إذا مضاف إليه. السؤال الثامن عشر، هنا الجمع الخاطئ لكلمة كسلان هو كسالاء. يمكن أن تجمع على كسلى وكسالى ثم كسالى، ولكن كسالاء، فهذا الجمع الخاطئ لكلمة كسلان. كسلان هو كسلاء، ليس صائبا هذا الجمع. أيضا هذا السؤال الآخر رقم 19، الفكرة الأساسية للفقرة الثانية هي دور اللاعب في تكوين شخصية الطفل وإدماجه في المجتمع. مصدر الفعل الماضي تمثل هو تمثل، تمثل. المصدر هو تمثل وليس تمثيل ولا تماثل ولا امتثال. عندنا أيضا السؤال رقم 21، الجملة الصحيحة فيما يأتي هي هذه الجملة الأخيرة: كانت الطفلتان النشيطتان قادرتين على اكتساب مهارات حركية. لماذا؟ لأن الطفلتان هو اسم كان مرفوع، النشيطتان نعت، وقادرتين لم ينبغي أن تكون هكذا منصوبة بالياء. لماذا؟ لأنها وقعت هنا خبر للكان. كانت الطفلتان قادرتين، إذن هذا هو الجواب الصحيح. السؤال رقم 22، الاسم الممدود هنا هو نداء، هذا هو الجواب الصحيح. أيضا المفردة التي تنتمي إلى شبكة مفردات كلمة اللاعب هي قانون. السؤال رقم 4 هو طفق. هذا متصرف. عسى ليس كذلك. نعمة ليس كذلك. ليس كذلك. ناول المدرس الطفل لعبة لبناء الجملة للمجهول يقال نول الطفل لعبة. إذن هذا هو الجواب الصحيح. السؤال الآخر، الفعل أتكيف فعل التعبيري والاجتماعي لها أهمية في الجملة، تعرب هنا جملة اسمية في محل رفع خبر، هذا واضح. النسبة الصحيحة إلى كلمة معرف هي معرفي. ثم أخيرا الكلمة التي من عائلة كلمة يكسب هي تكسب أي الربح. والتكسب يقول الشاعر قصيدة مدحية في خليفة أو شيء من هذا حتى يجزي له ذلك الخليفة عطاء، فإذا هي تدخل في باب الكسب. إذن هذا كل ما يتعلق بهذا الامتحان. أرجو من الله تعالى أن يوفق الجميع في هذا الامتحان ويحقق أمانيهم. في الأخير لا تنسوا أن تشاركوا هذا الفيديو وأن تشتركوا في هذه القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى كل حال في الشير